هذا الفيديو الثاني من تراريوم الشام. رح احكي لكم عن قطتين، كيف رحت على طرطوس وجبت الطحالب، وبتفاصيل المشتل يلي فيه نباتات التراريوم. طرطوس من سوريا، انا وسام بحول نباتات لعوالم طبيعيه. اذا اول مره عم تشاهدونا يا ريت تعملوا لي فولو. هذا كان الطريق لطرطوس، وفعلا اذهلني جمال الطبيعه. صحيح انها بلدي، بس والله بصراحه انا ما توقعت كميه الجمال وكميه النباتات الرائعه اللي لقيتها على الطريق. هون منطقه اسمها شلالات ديرون. طبعا المناطق اللي فيها الشلالات فيها رطوبه عاليه، هي مناطق ممتازه لوجود الطحالب بشكل عام. هلا انا اخترت مكان مناسب لاني لاقي فيه الطحالب، اللي هو مكان ظل جيد، صخر بهذا الشكل، والشمس ما بتصل له الا بالمساء. تعالوا نشوف شو ممكن نلاقي. ثلاث انواع من الطحالب بدي اعرفكم عليها. اول شيء هذا النوع من الطحالب اللي هو الصخري. هذا النوع من الطحالب يمكن ما كثير مبين معكم هلا لانه هو صغير هون، ولكن لما بينتشر هذا النوع بيطلع كثير حلو. النوع الثالث هو المعروف اكثر شيء، اللي هو هذا الفلات موس. انا اخذت منه شقفه صغيره هلا، وهلا فينا نشيل منه كمان شوي بهذا الشكل. هذا الشيء لزراعه التريريوم بشكل عام هو الفلات موس اللي هو هذا. سراخس، مجموعه من السراخس بورجيكم كيف بدنا نجزئها. وبعد ما حكينا على الطحالب، خلينا نرجع على المشتل اللي اكتشفته بالشام لاحكي لكم شوي اكثر عنه. وحملت حالي ورحت على مساكن برزة مواجه كلية الشرطة لاكتشف المشتل الحلو. بعد ما اجاني سؤال او اسئلة كثيرة عن منين بنجيب نباتات التراريوم، يعني الحمد لله اليوم فعلا لقيت مكان مميز جدا بالشام بدمشق، وعنده 90% من النباتات اللي انا بتمنى انكم تشوفهم. هلا بعد ما امنت لكم المكان، وبعد ما اتفقنا انه هون المكان المناسب لكل نباتات التراريوم، الشباب هون الله يرضى عليهم، هون عندك السيد كنان والسيد لؤي. اهلا وسهلا سيد وسام. اي والله، ووعدونا انه لاي حدا بيجي من طرف ان شاء الله في له سعر خاص وفي مساعده خاصه ان شاء الله. طبعا وما بيقصروا ان شاء الله. شكرا يا شباب، محلكم مشترك. كلكم ذوق والله، شكرا جزيلا. هلا هيك انا صرت جاهز لزراعه التراريوم. بالفيديو الجاي والفيديو الاخير حتشوفوا مراحل زراعه التراريوم وكيف صار، ان شاء الله يعجبكم.